السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناتي. معكم رحمة كوك ومرحبا بكم عندي. اليوم جبت لكم وصفة راس الحانوت راح نشاركها معاكم مرحلة بمرحلة، ما نفوت لكم والو باش تستفادوا. وقليل اللي مازال يخدم هذه الوصفة في صنع منزلي كما نقولوا، وصفة من تراثنا الجزائري، ما حبيتهاش تنتظر، حبيت نساهم باش نحافظوا على التراث هذا. وهذو هما المكونات اللي نستخدموهم في راس الحانوت، راح نسمي لكم كلش بالتفصيل. اهم مكون هو الكزبر الحب. هنا شريت كزبر كيلو تاع الكزبر الحب، نقيناه حبه بحبه، نحينا له كامل الزوائد وصيرناه. راح نحتاج ايضا توابل يعني تكون صحيحه يعني يابسه. اولها راح نبدا بالزنجبيل اللي هو سكنجبير، راني نوزن باش نعطيكم الميزان بالتفصيل، تلقاوهم في صندوق الوصف. هرستو شويه هذاك الزنجبيل كيف جبت هنايا العرق الاصفر اللي هو الكركم، زدت وزنتو. لكن وشنو الكركم لازم تسخنوه شويه باسكو راهو عاصي بزاف، باش تقدروا تدقدقوه. سخنوه شويه في مقله جوست ما يسخن، وحكموا دقدقوه غير بشويه، سما هرسوه في المهرس غير بشويه حتى تكملوا كامل كونتيتي. هذا المكون هو الكبابة ثاني جاية حبيبات تشبه شوية المبق ولا الفلفل الأسود، جاية حبيبات يكونوا منفوخين هكا وخفاف، هرستها هي أيضا. وعندي كذلك القرفة أعواد، درت كونتيتي، من بعد نخلي لكم الكميات بالتفصيل. هرستها هي أيضا. ومن بعد راح نروح الفلفل الأسود، هنا كملت مع المكونات اللي راح نهرسهم. راح نروح المكونات اللي ما يتهرسوش. عندي فلفل أسود يكون حب عادي، وزنته وضفته، انا ما درتش الكميه كامل لانه شويه يضرنا في المعده، نقصته عادي. لهنا ايضا عندي الكرويه راح تحتاجوها، ديروا نص رطل تاع كرويه، هي يعني الكميه تاعها اللي اكبر من وراء الكزبر. عندي كذلك حبه الحلاوه، وعندي ايضا البسباس، هذو كامل بذور راح نضيفهم ايضا. من بعد نروح للورد تاعي. هنايا الورد بعد ما نحيت له كامل هذوك الروز خليت غير الاوراق. شوفوا التوابل لازم كامل يتنقاو، بسباس، كرويه، فلفل اسود، كامل لازم تنقيوهم الساعه بيديكم. من بعد باش نضيفوهم، انا المرحله تاع التنقيه راني ما صورتهاش، لكن البذور تاعكم لازم كامل يتنقاو. الورد العربي هذا تقدروا ايضا تستغناو عليه، ماشي شرط ديروه. عندي ايضا الرند اللي هو ثاني اختياري، درت ورقتين فقط لانه اذا تكثروا منه راح يطلق امراره، درت ورقتين فقط. وعندي هذا المكون اللي ديما نتناقشوا عليه اللي هو جوز الطيب. كاين اللي يقول لك حرام وماده مخدره وكذا، هذاك اللي توسوس ما يديروش، لكن دار الافتاء واش قالوا باللي الكميه صغيره ما هيش حضر. كيما هنايا درت 2 حبات فقط في كيلو وشحال تاع راس الحانوت، ماهيش راح تضر. هنا كسرتها، نحيت لها القشور البراني، من بعد استخرجت 2 حبات هذوك، زدت كسرتهم شويه وضفتهم لباقي المكونات تاوعي اللي راح نعطيهم تخليطه هكا بالملعقه ولا باليد. من بعد راح نطحنهم، نديهم للرحاي يرحيهم لي، ولا اذا عندكم رحايه تاع التوابل في المنزل ارحيوهم. انا رحت للرحاي درتهم على الطريقه تاع زمان، وصورت لكم حتى الرحاي وهو يرحيهم باش تلحقكم الريحه هذيك تاع راس الحانوت والبنه تاع زمان وتاع التراث تاعنا هكا، باش الفيديو هذا يترسخ في التاريخ ويبقى عند الناس كامل. رحيناهم كيما راكم تشوفوا، والريحه والله ما نحكي لكم عليها، روعه. والشعور هذاك روعه كي تديوه للرحاي. شوفوا معايا هكا راهو ينزل سخون قدام عينيا، ثم راس الحانوت اللي خلطته معاكم هبطوا لي قدام عينيا. هنا بعد ما روحنا للدار راح نصيروه ونطلعوا كامل هذوك القشور والنخاله والقطع الخشينه، نصفيهم في الصيار. نتحصلوا على هذا راس الحانوت اللي يكون ناعم، صنع منزلي 100% بالمراحل كما قلت لكم. والمكونات بالميزان تقريبا راني خليت لكم مكتوبين في صندوق الوصف، واذا ما تحبوش مكون من احد المكونات تقدروا تنقصوا منه، راس الحانوت ولا قرفه ولا زنجبيل ولا، فهمتوني؟ اذا حبيتوا تنقصوا من الكونتيتي تاع واحد من التوابل هذوك عادي نقصوه. وهذه هي ليسونسيال، الكزبر وكرويه هما الرسميين يعودوا بنفس الميزان هذاك، والباقي انتم تتحكموا فيه. وشنو الكركم خليو من الاحسن خليو الكميه نفسها
باش يجيكم راس الحانوت تاعكم اصفر هكا واللون تاعو يعطيري. وهذه هي وصفتنا نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم تجربوها وتحافظوا عليها وتبارطاجوها مع الاصدقاء. واللي جديده معنا في القناه ما تنساش تدي لنا ابوني يعني وتفعلنا الجرس. وشكرا على المشاهده.